عليكم. فيديو النهارده هخليك تقدر تعمل اي لوجو عندك 2D او اي صورة حملتها من فري بيك او كانت عندك عايز تحولها ل 3D حتى لو مش عندك فوتوشوب او الستريتور. ازاي؟ اول حاجة اعملها وان انا اروح افتح فري بيك واكتب لوجو. هيظهر لي هنا كذا شكل للوجو. انا مثلا وليكن عجبني اللوجو ده، هاجي اعمل له داونلود. تمام، ومن هنا هو عبارة عن صورة 2D. هاجي افتح الموقع بتاعي، الموقع اسمه Convertio، وعندي هنا من PNG ل SVG. اهم حاجة بلندر ما بيعرفش غير ال SVG عشان لو هيحول لي حاجة من 2D ل 3D، فانا مهم جدا يكون دي عندي SVG، وهتلاقيني حاطه لكم لينك في صندوق الوصف. هاجي اختار الصورة بتاعتي واقول له open واقول له convert. هاجي هنا ظهرت لي ايقونة داونلود، هقول داونلود واقول اسميها لوجو. بقت عندي جاهزة. هروح عند بلندر امسح الكيوب، مش محتاجة دلوقتي. هدوس على فايل، ومن فايل هدوس import، ومن import هختار SVG وادوس عليه. هاجي هنا هدوس على اللوجو بتاعي واحدده واقول import. هو كده نزل لي، بس هو عشان سكيل صغير جدا فانا هحددهم كلهم وادوس حرف الاس اسحبهم لبره. ظهرت عندي بالشكل ده، شكل جميل وحلو قوي. تمام، هي دلوقتي نازلالي كل حاجة لوحدها. هاجي مثلا وليكن انا عايزة اللوجو ده وعايزة ده وده والشكل ده، هاجي ادوس سلاش ده عشان هيبقى شكل لوحده. ده هنا متقسم لي ل3 اشكال، عايزة اخليهم في شكل لوحدهم هحددهم كلهم واقول كنترول وحرف الجي. بس هي كده بقت كلها في اوبجكت لوحده. هاجي انا لما باجي اعمل سكيل بيجيلي عند الانكر بوينت هنا، لا انا عايزه يكون في نفس الشكل اللي عندي. هدوس كليك يمين واقول له set origin origin to geometry، بقت عندي في نفس الاوبجكت. تمام، هاجي الخطوه الثانيه ان انا عايزه احوله بقى ل 3D. هاجي هنا واقول geometry، اختار من extrude 0.001، بختار اقل قيمه علشان انا لو دوستها اكتر من كده هتبقى الصوره مبالغ فيها. ممكن بس الغي الالوان اللي هي نازله بيها كده. بعدين هاجي عند الدبث واختار برضو اصغر قيمة، وبقت عندي بالشكل ده. هطبق عليهم كلهم كده، كليك يمين. تمام، انا كده خليت الصورة اللي عندي من 2D ل 3D. عايزة احط لها شوية ماتيريال وليكن ميتاليك. هاجي احدد دي، هدوس سلاش، هاجي عند شيدنج، هاجي اقول نيو. هنا ممكن اخليها لونها اخضر. بعدين هاجي ازود الميتاليك، بقت شكلها حلو قوي. هاجي ممكن هنا خليها زي ما هي وبس. ممكن بقى لو عايزين تطبقوا على كل الصور اللي عندكم براحتكم.